السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا الفيديو وبكل وقت. صباح العيد، صباح عيد الأضحى المبارك. يا رب أيامكم وأعيادكم تكون مباركة. ورح نبدأ مع بعض فيديوهات جديدة بعد ما رجعت بإذن رب العالمين بمحتوى أقوى من قبل. خبرونا شو بتعملوا بالعيد بالتعليقات، كيف بتقضوا أول يوم العيد بالغربة. رح نسمع مع بعض تكبيرات العيد بإذن رب العالمين هلأ. إن شاء الله يا رب هيك يومكن حلو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. طلعنا على صلاة العيد. لبسنا لبس العيد. طلعنا رايحين على الجامع القريب. هلا هو بكل مدينة في مسجد. فبيحاولوا يأخروا صلاة العيد. صلاة العيد كانت 9:30. ففقنا الصبح بكير، جهزنا حالنا، شربنا القهوة، أكلنا قطعة حلو. طلعنا. صراحة يعني العيد بأوروبا هو يعني يختصر بصلاة العيد، يعني من غير صلاة العيد ما بنحس بالعيد. فلو شو ما كان لازم نروح على صلاة العيد. وأحلى ما في بصلاة العيد هو لما تكون ماشي بين هذا العدد الهائل. يعني أنا يعني هون لسه كمان ماني مصورة كتير عدد الناس اللي ماشية، بس وراي قدام إشارات المرور هي اللي كانت تفصل بيناتنا. فالله يتقبل يا رب منا ومنكم، ويكون يا رب هيك أضحى مبارك علينا وعليكم، ويعيدوا علينا بالخير. وإن شاء الله السنة الجاية بنكون كلنا يا رب على جبل عرفات بإذن رب العالمين. وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هلا رح نبلش مشوار العيد. يا رب هيك كمان انتو تروحوا مشواركن الحلو، مشوار العيد، وتنبسطوا ويكون نهاركن حلو. نحنا جينا هلا الساعة 8:30 وشايفين العجقة، يعني عجقة مو طبيعية. حبيت صور لكم اياها. رح نفوت نقضي نهار كامله بقرية قريبة من مطرح ماني مقيمة. مدينة بتبعد ساعة عني، اسمها مدينة ميدز الفرنسية. ان شاء الله يا رب هيك يكون مشوار حلو، ورح صور لكم كل شي، وان شاء الله ما تملوا، يعني لانه انا هي تاني مرة بجي. والقرية بتجنن بتجنن، مناظر طبيعية خلابة عن جد. رح صور لكم قدر المستطاع. هي مدينة فيها ألعاب مائية وألعاب عادية، يعني وألعاب خضراء وألعاب لأطفال صغار. رح حاول أصور قدر المستطاع. في أكيد في ألعاب معينة أنا رح أكون عم بلعب فيها، ما رح أقدر أصور لكم إياها. أكيد رح أكون تاركة موبايلي. إن شاء الله يا رب هيك تكون مشاهدة ممتعة بالنسبة لكم، وتنبسطوا وما تملوا معي. هي لعبة مائية كتير حلوة كتير، يعني أول لعبة بنلعبها أول ما ندخل على هاي المدينة، لأنه بصير عجقة عليها كتير. وهلا رح تسمعوا أصواتي وأنا عم صرخ، لأنه أنا أكتر حدا انبليت، يعني ما بتطلع منها إلا أنت ومبلول كلك. فيلا يلا نبلش.
معنا هلا انا هون معي بنتي ورفيقتها واجانب، شكلهم اسبان، اللغة اسبانية عم يحكوا فيها. هلا هون انا اكلت مي كتير كتير كتير، حتى بنتي تقلي حاج تعيطي ماما. احنا الاجانب مبسوطين كتير بصوتي. هلا هون وصلنا للنهاية، وصلنا لنهاية اللعبة، خلصت. أخذت كم صورة كمان يعني غير الفيديو، أخذت كم صورة كتير حلوة. كانت لعبة بتجنن عن جد، يعني استمتعنا كتير فيها. هاي اللعبة أنا اكتفيت بتصويرها بصراحة، لأنه ما قدرت ألعب فيها. يعني تأخرت لوصلت لها، التهيت انشغلت بألعاب تانية، فلما اجيت بدي ألعب فيها كان الدور عليها كتير طويل، يعني كان بدي انتظر كتير دور لحتى يجي دوري، وأنا بصراحة ما بحب إنه يعني ضوع وقت بهيك موضوع، وبالذات لأنه أنا لاعبتها، يعني أنا يعني مجربتها السنة الماضية، جربناها وكانت كتير حلوة بصراحة وممتعة جدا، بس مو يعني إنه نوقف دور طويل. يا ريت صورت لكم، يعني كان كتير كتير الوقفة طويلة، فاكتفيت بالتصوير. عن جد بتمنى أي حدا يزور هاي المدينة. وبنهاية الفيديو إن شاء الله راح أحط لكم اسم القرية إذا حبيتوا تزوروها. هاي اللعبة أنا جربتها وكتير خطرة بالنسبة إلي، أنا صرخت مليت صوتي الدنيا كلها. هاي أنا وهي هيك مصور لكم شوي من زوايا يعني القرية. هذا القارب كتير حلو، جربته وصورت لكم منه، هلا بورجيكم. سبحان الله، الألوان كتير حلوة، ألوان الطبيعة مريحة للنفس، يعني نفسيتك بتصير أو نفسيتك بتصير أروق هيك وألطف وأحلى وأهدى. سبحان الخالق، سبحان الخالق عن جد. ألوان الأخضر والأزرق، ألوان الطبيعة، سبحان الله ما شاء الله. قديه حلو الجو، قديش حلو الجو عن جد. مين اشتهى يكون معي؟ مين؟ انا بالنسبة الي يعني هلا عم شوف الفيديوهات ومنتج لكم الفيديو، انا مشتهية عن جد ارجع اروح لهداك المشوار. عن جد شوفوا المي باردة كتير حلوة، والعالم وفرحة الناس وضحكة الأطفال، عن جد بتخليك تروح يعني على أنه الدنيا يعني عن جد حلوة. عن جد تعطي المشوار أو أي مشوار قد ما كان بسيط، بيعطيك طاقة،
هي بجدد فيك الروح، بجدد فيك الحياة. بالنسبة إلي، شو ما كان مشوار إن شاء الله للحديقة اللي جنب البيت، المهم اطلع شوف الشجر والسما، وشي برد الروح. ما شاء الله. شايفين قد ايه الناس حلوة. هلا هون كنا عم نستنى دورنا بالقطار، يعني بدي اركب قطار سريع. كتير حلوة الركبة فيه، يمكن ركبتها شي 3 مرات، يعني عن جد ركبته 3 مرات، روح وارجع اركب القطار. وكنا هون ناطرين يعني على الدرج، كان في درج خشبي وناطرين. هذا هو القطار اللي أنا رح أركبه. شايفين العجقة؟ بس بيستاهل. هلا أنا لك، أنا وقت وقفت هون على الدور ما كانت هاي العجقة، يعني بعدين إجوا، يعني بعد ما وقفت أنا صار وراي دور بخوف. هلا هون القارب يلي حكيت لكم عنه، إذا بتتذكروا كان في قارب قلت لكم إني صورت لكم منه. آه، بجنة عن جد. السمك، شايفين السمكات شو حلوين، بجننوا. يعني هون استرخاء بكل معنى الكلمة. رح اترككن يعني تتفرجوا تنبسطوا بالمشاهد الحلوة، وبرجع يعني بعلق على الفيديوهات اللي بعد. وهاد اكلنا، انا كنت عامله ناجيت وبطاطا، واشترينا البيبسي من هونيك. بصراحه ما بحب اكل اكل السوق، يعني بحب انا يعني اجيب اكلي معي. هون وصلنا للحظة الوداع. لحظة وداع المشوار، ولحظة وداع وداعكم. كنت بتمنى انه ضل معكم اكتر ويكون الفيديو اطول، بس ان شاء الله راح اعمل لكم فيديوهات احلى بكتير، و... وان شاء الله المحتوى حيعجبكم. بتمنى من اللي عم يحضرنا اول مرة يعمل اشتراك ويكبس على زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وانا بنهاية الفيديو راح احط لكم صورة عن يعني عن القرية، عن اسم القرية، حتى اللي بحب يعني يعمل عنها بحث على جوجل ويقدر يوصلها. شكرا كتير، شكرا انه يعني سمعتوني للاخير. واذا حدا حب الفيديو يا ريت يكتب لي بالتعليقات يعني اي ملاحظات، او اي موضوع بتحبوا يعني تعرفوا عنه، ان كان بفرنسا، او بتحبوا نفتح موضوع مع بعض، او يعني شو عندكم اقتراحات، انا جاهزة لاسمعها. أم، وهيك ان شاء الله يا رب كل ايامكم اعياد، وهيك خلص مشوارنا، وكل عام وانتم بخير.